أن الإنسان هو أضعف كائن حي احتاج للعيش بشكل جماعي لأنه لا يستطيع العيش منفردا. لذلك عاشوا في كلانات التي كان عدد أفرادها يتراوح ما بين 15 إلى 20 فردا. في ذاك الوقت أي المجتمع الطبيعي تم الإدراك أن المرأة مرتبطة بالطبيعة أو هي الطبيعة بذاتها أو هي أصل الحياة. بسبب قدرتها على ولادة حياة جديدة فاعتبروها أكثر قدرة من الرجل وبالتالي أعلى قيمة منه. ومن هنا سادت الفكرة في تلك العهود أنها الإله الأم التي تمثل الإخصاب والولادة والأسرة والخير وكل شيء مفيد. وهناك عشرات الآلاف من السوريات ما زلن يقاومن لنيل حقوقهن والتعبير عن مطالبهن عبر دور مجتمعي فاعل، لأن الحرب التي كانت وما زالت مستمرة وحالة الشرذمة والأزمة التي أطيل عمرها جعلت المرأة السورية محاصرة بالانتهاكات والفقر والتعذيب والتنكيل، والمعاناة مستمرة بأشكال متباينة. وهذه الأزمة الكارثية طالت كل شرائح وفئات المجتمع بلا استثناء، وانعكست عليها جميعا بأشكال وخيمة. والمرأة كانت قبل هذه الأزمة تعاني معاناة مزدوجة يرتبط شطرها الأول بالمعاناة العامة لكل المواطنين في بلاد يحكمها نظام أبوي سلطوي. لكن خلينا نعرف أساس أو انطلاقة فكرة العنف ضد المرأة. فكرة العنف ضد المرأة هو جلت وتظهرت مبدئيا بظهور الأديان الإبراهيمية. فبنلاحظ إنه هيباتيا المذكورة هي كمثال هون، هي أول ما قتلت على أيادي النصارى أو بعام 475 تقريبا. فبلشت ظاهرة الأديان هي تحط من قدر الامرأة، هي اللي كانت عم بتساوي. ولذلك نحن بنحتاج حتى نفهم ظاهرة العنف هو نعرف أساس العنف، منشأ العنف. نحن بحاجة إلى صناعة أول شيء رموز قانونية تحرر هي هالرموز القانونية أو المواد القانونية أو المواد الشرعية، هي نحن اللي بحاجة إلى إن كان من القانون أو كان من الأديان. فنحن إذا ما قدرنا نحرر حالنا من هالأساس، من الاتجاه نحو المجتمع المدني. حتى بالمناسبة نحن مو بس عنا بنشكي من العنف ضد المرأة، حتى في الشعوب الأوروبية، في الدول الأوروبية كمان عندهم فظاهرة العنف هي ظاهرة بحاجة إلى أولا التوعية، بحاجة إلى تغيير القوانين، بحاجة إلى إعادة التفكير في التشريعات أو في القوانين. تمييز المرأة حسب اللون والجنس والعقيدة، وزواجها غصب، زواج الطفلات، تقييد ما يسمى بالشرف والعيب وفرض قيود مجتمعية تجعلها سجينة المنزل وسجينة حياتها وبتخاف تحكي وتقول حتى عن مشاعرها وتعبر عنها. عدم ملكيتها لجسدها لأن الكل بيملك شرف المرأة أكثر منها يعني على أساس. تقييد المرأة بأنه بالحروب والأزمات. في الحروب والأزمات أكثر ما يقع من ظلم هو يقع على النساء. يجب أن المناصر الأول للمرأة هو القانون، فتغيير القوانين غير المنصفة هو بالدرجة الأولى. تنظيم جهود النساء لتشكيل لوبي ضاغط من أجل القضايا النسوية، لأنه نحن كل جهة بمحل، فما كثير نحن مجمعين كنساء يعني حتى نحكي الواقع. على الدول أن تدين العنف ضد المرأة وأن لا تتزرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها تجاه إنصاف المرأة. لكن تاريخنا اليوم عدد أعضاء مجلس الشعب أكثر من 250 عضو مجلس الشعب، ولكن المرأة الأستاذ باسل تقريبا 31 على ما أعتقد، أقل من هيك العدد الحالي الموجود في قبة مجلس الشعب، اللي هي بتمثل كل أساس يعني بين قوسين اللي هي إرادة الشعوب المنطقة. يعني ليش انحسر دور المرأة؟ أنا بدي أجاوبك. انحسر دور المرأة نتيجة تحالف الاستبداد الديني مع الاستبداد السياسي.
نحن بالعكس عم نحكي صراحه، وحتى على التلفزيونات عم نقول حتى على التلفزيونات عم نحكي تحالف الاستبداد الديني مع الاستبداد السياسي هو اللي وصلنا لهذه الحاله، يعني انا بدي اعطيكم مثل من هذا الوضع، لما بنقول بدنا اعاده صياغه للعقد الاجتماعي هذا حكي مو طرف، هذا الكلام مو طرف اطلاقا، نحن هلا عم نعيش عقد اجتماعي صحيح. نحن الان عم نعيش عقد اجتماعي بيعطيني ترسيخ لمفهوم المواطنه، نحن مواطنين سوريين كلياتنا مثل ما قال الدستور تبع 2012 الماده 37 انه المواطنون في الجمهوريه العربيه السوريه متكافئين في الحقوق والواجبات، نحن ما متكافئين بالحقوق والواجبات بقوه الدستور، لانه نفس الدستور الماده الثالثه منه قالت الفقره الف دين رئيس الدوله الاسلام، معناتها انا في عندي مواطن درجه اولى ومواطن درجه ثانيه، وبالتالي عندي مواطنه درجه اولى ومواطنه درجه ثانيه، وهذا عنف. لذلك نحن قلنا الفساد في السياسه، يعني نحن ما ممكن نروح باتجاه كل التفصيلات اذا نحن ما رحنا صلحنا السياسه بالاول والاخير. بنفس الماده 3 من الدستور في فقره اخرى العلاقه بالملاحظه اللي حكاها الاستاذ معتصم وانا بدي اشكره كثير عليها. الفقره الثانيه الفقره ب اللي بتنص على انه الفقه الاسلامي مصدر رئيس من مصادر التشريع. طيب انا وقت بتقول لي انت بهي المساله معناتها الذكر مثل حظ الانثيين، لانه ما بيقدر يتجاوز بالقانون هاي المساله.